مرحبا. اليوم المثل هم نزل ويدبج على السطح. شايف من واحد يجي خطار يمك وبدل ما يحترم نفسه يبدي يتأمر عليك؟ ليش العراقيين يقولون هم نزل ويدبج على السطح؟ اصلا المثل من البيوت البغدادية القديمة. النزل هو المستأجر اللي يقعد بغرفة ببيت مو ماله، يعني المفروض يكون مؤدب وما يطلع صوت. بس هذا النزل مو بس ساكن لا، صاعد على السطح فوق روس اهل البيت ويدبج، يعني يرقص قصدي، ويطلع اصوات عالية ومزعج. لا هو صاحب الملك ولا هو المحترم حاله وقاعد. صار هذا المثل يضرب لكل شخص يتجاوز حدوده، هو اصلا ما له حق، واللي يقابل احسانك بوقاحة وقوة عين او قوة عين يسموها. اعترفوا منو بحياتكم نزل ويدبج على السطح. سووا له منشن وقولوا له اخف علينا شوية، ولو اكتفوا بكلمة هواية منهم بالتعليقات. تابعوني والباكر قصة مثل جديدة.